هلو كنت عايزة اكلمكم في حاجة حلوة شفتها الفترة اللي فاتت. انه لاحظت انه معظمنا لما يكون في حد معاه بيكون منجز وبيذاكر وبيشتغل وبيعمل كل حاجة بشكل اكتر وبيكون عنده طاقة اكتر من لما يكون لوحده. فليه بقى؟ يعني مثلا هحكي لكم قصة. كانت معايا واحدة صاحبتي في الأوضة، فصاحبتي دي لما كانت قاعدة معايا أنا كنت بلاقي نفسي منجزة جدا، مع إن هي قاعدة على الموبايل، هي مش قاعدة تعمل حاجة، هي قاعدة بس على الموبايل. فكنت لقيت نفسي بصحى بدري زي ما أنا بحب، بعمل كل حاجة نفسي أعملها، ملتزمة في المذاكرة بقيت بعمل كل حاجة عايزة أعملها، وبقيت منضبطة وملتزمة ومنتجة وكل ما هو جميل. بعدين لما صاحبتي دي مشيت لقيت إن أنا يعني لا تلقائيا بقيت كل شوية قاعدة على الموبايل، كل شويه قاعده اضيع وقت، الحاجات اللي عايزه اعملها مش بعملها. تمام، بعدين استغربت قوي ايه علاقه ان صاحبتي موجوده وان هي مش موجوده بالموضوع، لان فعلا كان في اثر كبير قوي، مع ان هي ما كانتش بتعمل حاجه، هي بس كانت قاعده على الموبايل، ما كانتش مثلا بتقولي يلا انت تقدري، مش عارفه ايه الحاجات دي. بعدين لما بحثت في الموضوع لقيت حاجه مهمه قوي. بصوا، ان احنا كبشر بنحتاج حد يكون شايفنا علشان نقدم افضل ما عندنا. فاكتشفت ان الانسان هي في مصطلح كده، دي حاجة نفسية ثواني. اوكي، فبصوا في مصطلح نفسي الموضوع اسمه body doubling، فهو الفعل ان انت تمارس او تشتغل او تكمل مهام في وجود شخص اخر، حتى لو كان موجود بس physically، يعني مش بيعمل اي حاجة لكن هو بس موجود حتى لو مش بيعمل اي حاجة، او virtually اللي هو على اللابتوب وكده. عشان كده تشوفوا في ناس كتير بتعمل جلسات مذاكرة يعني على اللابتوب، يفتحوا كلمة زوم ويقعدوا يذاكروا مع حد تاني، الحد ده مش بيعمل حاجة، الحد ده بس قاعد يذاكر. عشان كده فيديوهات study with me، فيديوهات ذاكر معي في اليوتيوب، هي دي الفيرتشوال اللي بيقول عليها ان انت study with me، بس حاسس وجود شخص بيعمل حاجة. تمام، ده بيخليك تحس اوكي انا لازم اعمل حاجة برضو. وناس اللي بتشتغل في الكافيهات، ناس بتروح تشتغل في الكافيهات او تذاكر في ورك سبيس عشان تزود التركيز والتحفيز والانتاجية. ليه ده بيحصل؟ بيزود لك الشعور، بيخليك تحس بالشعور المراقبة الغير مباشرة، بتحس ان في حد شايفك، ففي حد شايفك فانت عايز تقدم افضل نسخة من نفسك. ده كله بيحصل لا وعيا، بتحس احساس بالمسؤولية، بتحس ان لازم اعمل حاجة مفيدة. طيب بصوا ايه الفكرة هنا؟ الفكرة ان صاحبتي دي مشيت، انت هتروح ماشي تشتغل في كافيه، بعدين هترجع البيت تاني. الفكرة ان انت تعتمد على وجود شخص، وان حد هو يدخلك الحالة دي. الشخص ده في الاخر هيمشي، الشخص ده البشر مش هيكونوا متاحين معاك طول الوقت، ممكن يكون في مرة لازم تعمل المهمة وراك ضرورية بس مفيش حد متاح يكون معاك، فساعتها مثلا مش هتعمل المهمة ولا ايه بالظبط. اللي هم البشر عوامل متغيرة، البشر عوامل مش ثابتة، البشر دول هيطلعوا هيمشوا مفيش حد هيكون معاك طول الوقت، محدش هيكون موجود معاك 24 ساعة. مين هيكون معاك متواجد 24 ساعة؟ فالفكرة انت محتاج رقيب. فتخيلوا بقى لما تحط مين، ولما انا حطيت مين، الله سبحانه وتعالى، لما انا حطيت ربنا رقيب في حياتي. في الفترة دي كنت بحاول امارس حاجة، واللي هي ان انت لما تذكر ربنا تستشعر وجوده. الذكر في الشرع معناه استحضار الشيء في القلب، هكذا يذكر المحب محبوبه عند كل أحواله. سبحان الله. وهذا كان تعبير الله سبحانه، ذكر الله سبحانه وتعالى عند المؤمنين، هذا كان حالهم في كل شيء. عنترة كان يذكر محبوبته في القتال. في الفترة دي انا كنت عايشة كل ثانية مع ربنا، مستشعرة ربنا في كل لحظة. انا رايحة الكلية في الطريق مستشعرة ربي، انت شايفني حاليا وانا رايحة الكلية بس اهو رايحة عشان استفاد بالعلم. يعني انا كنت حتى ربنا معايا في كل لحظة، مستشعرة ان ربنا باصص عليا في كل لحظة. فبسبب كده لا تلقائيا كنت بقيت عايزة اقدم افضل ما عندي كل لحظة. في لوحة انا كاتباها، مش هقول لكم مكتوب فيها ايه، لكن هي فيما معناها كده، اللي هو بتفكرني ان دلوقتي ربنا شايفني، ربنا موجود بس مش ربنا شايفني بطريقه مخيفه، لا ربنا شايفني بطريقه حلوه، لان الطريقه المخيفه هتحسسك بالضغط وبتاع. لا، ربنا شايفني بطريقه حلوه، وربنا شايفني ايه الصوره او النسخه من نفسي اللي انا عايزه اوريها لربنا. عايزه اوريه ازاي؟ عايزه اوريه انا وانا قاعده موبايل، ولا عايزه اوريه انا وانا قاعده يعني اعمل حاجه بحبها، ولا ايه بالظبط؟ لما انت تحط رقيب في حياتك طول الوقت انت هتحب الحياه، بقيت حاسب كل حاجه انها حاجه جميله. حتى لحظات الزعل، لحظات الضغط، خربت الدبانة، كل فيديو بس تيجي دبانة. متخيل برضه ربنا هيكون موجود معاك في أظلم
حتة. يعني لو انت مثلا مر بظروف صعبة محدش حاسس بيك، وانت مثلا قاعد قافل الأوضة على نفسك، فمحدش هيشوفك ومحدش حاسس بيك، صح؟ الا مين حاسس بيك ساعتها وشايفك ساعتها وموجود معاك في اظلم لحظة انت مر بيها دي، اسوأ احاسيس انت حاسسها هو ربي سبحانه وتعالى. كل حاجة بقى ليها طعم، لدرجة اللحظات الوحشة بقى لها طعم جميل، لدرجة كنت مش متخيلين. عارفين كنت حاسة اني بطير برفرف في السما كده حرفيا. فبجد يا جماعة ما اقدرش اوصف لكم الحياة كانت تحفة ازاي، وانا مستشعرة وجود ربنا في كل لحظة، وان ربنا شايفني في كل لحظة، وانا عايزة اظهر قدامه ازاي، زي ما يكون في حد موجود معاك. بس قبل ما نكمل كنت عايزة اخد رأيكم في موضوع. عمر حد فيكم حس باللي هو مكسوف من نفسه؟ يعني الواحد مكسوف انه ياكل، مكسوف انه يشرب، مكسوف انه يفكر في اهدافه، مكسوف انه يفكر في المذاكرة، مكسوف انه يفكر انه ينجز حاجة، مكسوف انه يفكر انه يتحسن. بقيت بكون جعانة وعارفة ان التلاجة فيها اكل، اقدر اقوم دلوقتي اروح اجيب اكل من التلاجة، بس بقيت مكسوفة من نفسي اعمل كده، وانا عارفة ان في اطفال يعني على حافة الموت بسبب انهم مش لاقين نص رغيف عيش حتى. فمين يعني عمر حد فيكم حس ان هو مكسوف من نفسه انه يعيش؟ يعني لان انا مثلا حاليا ايه كل همومي اني مثلا احسن حياتي، اقرب من ربنا، اسعى نحو اهدافي، اكل اكل صحي، مش عارفه الحاجات دي. فبقيت حاسه ان اهدافي دي وقلقي دي الحاجات اللي انا قلقانه عليها وشغله تفكيري بيها حاجات تافهه قوي مقارنه باللي بيحصل هناك، وانا مش قادره اعمل حاجه، مش عارفه اعمل حاجه. فاعمل ايه؟ يعني عمر حد فيكم حس بكده؟ حاسس ان هو مكسوف من نفسه وفي نفس الوقت مفيش حاجه يعملها؟ حاسس ان هو مكسوف ياكل ويشرب، مكسوف ان الاكل متوفر ليه بسهوله، في حين هناك الناس بتفقد حيواتهم عشان بس نص رغيف عيش. بشوف فيديوهات الاطفال كلهم عندهم dehydration و malnutrition، حاجات بناخد عنها في الكلية، حاجات صعبة. ايه اللي المفروض نعمله في الوقت ده عشان الواحد حاسس انه عايز يوقف حياته كلها، عشان لو اشمعنى انا اللي اعيش وهما ما يعيشوش؟ مع ان ده مش صح، يعني ده مش صح اصلا ان الواحد يعمل كده. طب ايه الصح اللي الواحد يعمله؟ مش عارفة. فلو حد يعرف يكتب لي في التعليقات. وبس كده، لو انت مش مقاطع قاطع. لو انت مش حاسس بغيرك، خدنا حاجة اسمها empathy ان انت تتخيل نفسك مكان الشخص ده. فمعظمنا بقى شعب مفهوش الامباثي دي خالص، معظمنا بقى شعب مش عايل هم عشان هو مش متخيل نفسه انه ممكن يكون مكان الشخص ده في اي لحظة. معظمنا ما ليه مش مشكلتي فمش فارقة معايا. بس كده يا جماعة، والله ان انا عندي افكار فيديوهات جميلة، وعندي افكار بقيت اطلع افكار ان انا انزل مقاطع قصيرة وبتاع حاجات زي كده، بس حاسة اني مكسوفة امضي في كده، مكسوفة اعمل كده. اللي هو اوكي انا ازاي اتكلم عن تطوير الذات والحاجات دي واللي هي غيري مش لاقي ياكل. المهم لو عندكم اي فكرة الواحد المفروض يعمل ايه، اكتبوا لي في التعليقات. فانت كده بدل ما تروح لفترة معينة ورك سبيس، مش عارف مكان بتاع، انت كده في حد معاك 24 ساعة، ومش اي حد، الله سبحانه وتعالى. تخيل ان انت تمر في لحظة ضغط تروح تكلم ربنا، يا رب الحقني، مش عارفة ايه. انتوا متخيلين؟ فهي الفكرة ان معظمنا دلوقتي عايش بدون فكرة ربنا دي. محدش فاكر ان في ربنا، محدش شايف ان الفعل اللي هعمله ده ربنا شايفه، ربنا هيحاسبني عليه. الحاجة المعينة دي يعني كله بيفكر بنفسه، انا هعمل كذا عشان كذا 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 كذا. طب فين ربنا في الموضوع؟ فاحنا محتاجين الرقيب ده في حياتنا، وساعتها انا كنت مخليه الرقيب ده هو ربي سبحانه وتعالى. عشان كده الحياة ساعتها ما كانش فيه احلى منها. وهدفي حاليا ان ارجع للفترة دي تاني. ازاي دخلت الفترة دي؟ ان انت تحاول تصلح علاقتك بربنا وبالعبادات. يعني كنت عملت جدول لعبادات معينة عايزة التزم بيها. مجرد ما انتظمت تقريبا نص شهر ولا حاجة بدأت احس بالإفكت ده. لو عايزين الجدول ده ممكن احطلكوا. فانت مش بس بتحس بطعم الحياة، مش بس بتحس بجمال الحياة، مش بس كل فترات وحشة بتكون عليك تحفة وبتعدي يعني بألطف أداء، خلينا نقول وكده. مش كده بس، انت حتى بتكون كل حاجة انت عايزها بتكون. يعني انت كان نفسك تذاكر هتذاكر، كان نفسك تطور ذاتك هتطور ذاتك. كل حاجة انت هتتميز فيها. ليه؟ لان في حد انت مستشعر مراقبته ليك في كل لحظة. فبسبب كده انت بقيت تؤدي كل حاجة وراك على أكمل وجه. فاهمين حاجة؟ كمان لو مش بتفهموا حاجة في فيديوهاتي قول رجوع الطعم لما نرجع لربنا. بس
خلي بقى ان احنا مضيعين الاحساس التحفه ده وقاعدين ندور عليه من عند البشر. فبس كده اخر حاجه هقولها لكم، هل عمركم مريتوا بفتره زي كده؟ لو مريتوا بفتره زي كده احكوا لي عنها في التعليقات. واخر حاجه ادعي ربنا دعاء، يعني قول له مثلا يا رب يرجعني ليك، يعني ادعي حاليا حالا اوكي، قول له يا رب رجعني ليك، يا رب خليني استشعر وجودك ومراقبتك ليا في كل لحظه، يا رب خليني اكون بعمل كل حاجه وانا عارفه ان انت شايفني. وهو ربنا هيدخل ده في حياتك ازاي؟ ما تسالنيش، هو كده لما تدعيه وفعلا تكون عايز كده. وبس كده، باي.